ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعاده يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نعمل رز ابو لبن زي بتاع المحلات بالظبط اللي بره. طبعا ما تحطوش نشا يا جماعه، زي ما انتم شايفين. طبعا حطيته كده 4 مجات من الميه، طبعا نص مج من الرز. طبعا ما غسلتش الرز، 4 مجات من الميه. اول طبعا دخل في الغليان وطيت عليه، ولما استوى وشرب الميه تماما نزلت عليه بكيلو من اللبن الجاموسي، وبعد كده نزلت عليه بمج ونص من السكر. طبعا كفايه مج لانه كان مسكر قوي. وبعد كده شغلت عليه مده 5 دقايق وقعدت اقلب عليه، وبعد كده طفيت عليه لمده 10 دقايق وغطيته، وبعد كده رجعت شغلت عليه تاني وقعدت اقلبه لمده كده 10 دقايق لحد كده ما تخن معايا وبقى سمكه كده زي ايه، الرز بلبن، كانك حاطه له نشا بس هو معلوش نشا. لما اتاكدت نزلت عليه ب2 باكت من الفانيليا، وبعد كده اغرفه في الاطباق وهسيبه. طبعا لو عايزه الوش يبقى مكرمش تسيبيه لمده يومين في التلاجة. طبعا احنا ما صبرناش يعني وكلناه. هو ده الرز بلبن على اصوله يا جماعه، جربوه هتدعوا لي باذن الله. باي باي.